أنا اسمي محمود وائل محمود، أنا عندي 15 سنة. أنا الحمد لله حاصل على شهادات كتير في مجال الكمبيوتر والنتوركس، وحصل على شهادة أذكى طفل في العالم. دي حصلت عليها في سنة 2005 لما كان عندي ساعتها 6 سنين. كنت عملت اختبار الذكاء، أول مرة طلع 151، وبعديها الدكتور اللي كان هناك لما بلغ مدير المستشفى وكده فهو ما صدقش، قال 151 دي حاجة عالية جدا، يعني المفروض الإنسان العادي من 90 ل 110. فساعتها راح قال لا لازم يعيده وأنا موجود، فبعديها عدته بيومين طلع 155، نسبة أعلى كمان. فساعتها راح طلع شهادة بالكلام ده لأن هو كان حاضر الامتحان، والحمد لله من ساعتها خدت اللقب ده. وبعديها بدأت بقى أدخل في مجال الكمبيوتر مع شركة مايكروسوفت ومع سيسكو مع الجامعة الأمريكية. الحمد لله دلوقتي حاصل على 5 شهادات عالمية: MCTS 2008، MCITP، CCNA، CCNP. دول كلهم أصغر واحد يحصل على الشهادات دول كلهم الحمد لله. دول فيما معناهم اللي أنا أصغر مبرمج كمبيوتر، وأصغر محترف تصميم شبكات الإنترنت في العالم، وأصغر مصمم شبكات الإنترنت في العالم. والحمد لله كنت المفروض إني أدرس في الجامعة الأمريكية، بس لما جم يسألوا بره اللي هو الجامعة بره قالوا ما ينفعش عشان ساعتها كان عندي 12 سنة. دلوقتي انت في سنة كام؟ أنا دلوقتي في أولى ثانوي. طيب الشهادات اللي انت خدتها دي فرقت معاك في الدراسة ازاي؟ هو الشهادات اللي أنا خدتها كدراسة في المدرسة أو كده هي ما فرقتش طبعا، لأن يعني الدراسة في المدرسة دي حاجة مثلا يعني تعتبر أسهل نوعا ما، وبعدين هي تعتبر مجال مختلف خالص عن الشهادات اللي أنا خدتها في الجامعة وغيره. بس الشهادات التانية دي يعني المفروض إن هي للمستقبل، إن أنا إن شاء الله إن أنا هحقق حاجة إن شاء الله بالشهادات دي. لكن الدراسة بتاعت المدرسة دي اللي هو لازم أي حد يعدي بيها عشان عادي عشان آخد الشهادات وأدخل الجامعة إن شاء الله. طيب احكيلي كنت بتعمل ايه وانت صغير لحد ما خدت الشهادة بتاعتك دي؟ وانا صغير هو اول حد اكتشفني كان بابايا لما كان عندي 7 سنين، لما كان عندي 3 سنين ساعة ما قلت جدول 7. طبعا هو قال لي يعني غريب ان حد يكون عنده 3 سنين وكده يقول جدول 7، فساعتها يعني قال ان انا يعني ذكي شوية، اذكى من اي حد في سني ساعتها، بس ما كنتش لسه عملت اختبار الذكاء. فبعديها في دكتورة اسمها الدكتورة عاطف سراج الدين، دي هي قالت لي ان انا اعمل اختبار الذكاء، عشان هي برضه شافت ان انا الحمد لله ذكي. فلما عملته الحمد لله طلع كده، ومن ساعتها بقى وانا يعني شغال اكتر على مجال الكمبيوتر، لان انا حبيت المجال ده وحبيت ان انا ادخله، وان شاء الله نفسي احقق فيه حاجه. طيب عايز ايه قدام يعني؟ انا قدام ان شاء الله يعني من الاهداف اللي انا حاططها في دماغي من وانا صغير ان انا ان شاء الله احصل على جائزة نوبل، وكل الشهادات اللي انا خدتها دي يعني في طريق ان انا احصل عليها. ولما قابلت دكتور زويل برضه هو قال لي ان انا ان شاء الله يعني هو شايف ان انا في امل ان انا اخد جائزة نوبل ان شاء الله، وقال لي ان لو خدتها هو هيكتب لي كتاب زي الكتاب بتاع عصر العلم. طب دلوقتي انت شغال في ايه عشان تحضر لنوبل؟ انا حاليا يعني خدت اكتر من شهاده في مجالات مختلفه، فانا حاليا كنت عايزه اركز على مجال معين عشان اقدر ابتكر فيه حاجه جديده، وده اللي انا كنت المفروض ان انا بحضر له في الفتره دي مع شركه سيسكو. بس طبعا عشان القلق اللي حصل في البلد والحاجات دي فالكل كنا بنحضر له وقف شويه، بس ان شاء الله هنكمله الفتره الجايه. انت خدت اللقب او الشهاده بتاعت اذكى طفل في العالم سنه كام؟ قلت 2005. طيب من الفترة دي كلها مثلا وزارة التربية والتعليم كرمتك وقتها أو بحث علمي أو؟ هو في الحقيقة بعد ما خدت الشهادة دي طبعا في أكتر من مجلة وجورنال وفي التلفزيون وكده يعني اتكلموا عني وطلعت كتير جدا الحمد لله في الفترة دي. بس بعديها بكام سنة كان وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي قالوا لي إن أنا إن شاء الله بعد الإعدادية هدخل الجامعة على طول. يعني قالوا بمستوى ذكائك يعني يفيك ليك ان انت تقدر تدخل الجامعه، فايه المانع؟ فساعتها يعني ما وافقتش، وقلت ان هي يعني ان انا لازم اعيش سني او كده، وغير كده ان انا منهج اي بي اللي هو مش منهج مصري، يعني المعلومات اللي فيه والمنهج نفسه مفيد، فقلت ان انا مش عايزه اعدي يعني الفتره دي، وغير كده ان انا اعيش سني. طيب اذكى طفل في العالم شايف المناهج التعليميه دلوقتي عامله ازاي؟
المناهج التعليمية أنا يعني أنا ما باخدش غير منهج التعليم المصري غير في اللغة العربية والدين والدراسات. غير كده هو منهج تاني خالص اللي هو منهج لايبي. هو بصراحة يعني المنهج مش هو مش ممكن يساعد الواحد شوية في الفترة دي، لكن احنا عايزين يعني كأي طالب مصري ما اعتقدش ان هو يساعده يعني فيما بعد. المفروض المدرس او المنهج او الوزارة نفسها يعني تشوف كل واحد، يعني تتيح مثلا كل واحد اكتر من مجال من خلال المنهج، وكل واحد بيختار مجال معين يقدر يدخل فيه ويحقق فيه، وساعتها تكون بقى اللي هو التركيز بتاع المدرسة او بتاع المدرس.